طه حسين كاتب له أسلوب مميز، وأسلوب لا أسلوب أنه كاتب يتحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب إليه، ولهذا تقوم كتابته على مخاطبة القارئ ومجادلته والتأثير فيه بكل الطرق الممكنة، وكأن القارئ يستمع منصتا إلى صوت طه حسين يتحدث إليه. ولهذا كان أبرز ما يميز لغة طه حسين أنها تتمتع بإيقاع وموسيقى رنانة، وإيقاع ناتج عن الجمل القصيرة واللوازم الأسلوبية المتكررة، ومن ذلك مثلا تكرار اللافت لفعل يذكر ولا يذكر، وفعل يرجح في الصفحات الأولى من كتاب الأيام، وما في ذلك من وقع موسيقى وتأمل مرة أخرى. الفقرة الافتتاحية من كتاب الأيام: لا يذكر لهذا اليوم اسما، ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، وإنما يقرب ذلك تقريبا. ونلاحظ حتى في هذه الفقرة الافتتاحية القصيرة من كتاب الأيام أن طه حسين لا يكتب سيرته الذاتية بضمير المتكلم على النحو المعتاد، وإنما يستخدم ضمير الغائب، وكأنه يتحدث عن شخص آخر غريب عنه، سرعان ما سيسميه بعد ذلك صاحبنا. وهذه خاصية أخرى من خصائص أسلوب طه حسين كما نراها في كتاب الأيام، أنه يحاول أن يضفي نوعا من الموضوعية على قضية ذاتية جدا، وهي قصة حياته الشخصية. ويكشف كتاب الأيام أيضا عن خاصية أخرى في أسلوب طه حسين القصصي، وهي اعتماده على السمع وعلى حواس أخرى غير البصر، وقدرته بهذه الوسائل وحدها على رسم العالم القصصي بتفاصيله. وأوضح مثال على ذلك ما نراه في بداية الأيام أيضا من رسم لمعالم قرية الطفل القائم على الظن، صوت العودة من الحقول في المساء، صوت الشاعر ومن يحيطون به، صوت تجوب الديكة وتصايح الدجاج، صوت أزيز المرشل يغلي على النار، حركة المتاع الخفيف ينقل من مكان إلى مكان، أصوات نساء يعودن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن إلى آخره. وهذه كلها ليست سوى أصوات، لكنها ترسم صورة مؤثرة جدا في ذهن القارئ.